ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا عبد الرضا. هكلمك في الفيديو ده عن الانضباط، وحرفيا اطلعك من الفيديو ده وانت شخص ملتزم 100%، ومعاك التحفيز ومعاك كل حاجه تخليك شخص منضبط. في البدايه انا عايز بس افهمك حاجه، انا كنت زيك وفاهم شعورك وعارف انت بتحس بايه. كم مره حسيت بتحفيز او قدره من الالهام بسيطه بتقعد وقت قصير وبعد كده بيروح تاني؟ عايز تصحى بدري، عايز تظبط الدايت بتاعك، عايز تعمل كذا حاجه، عايز تعمل حاجات كتير قوي. طب الفكره في ايه؟ الفكره ان انا شخص مش ملتزم، شخص مش منضبط، مش قد المسؤوليه من الاخر يعني. كم مره انا كنت عايز اصحى بدري، اخد دش بارد اول ما اصحى، اصحى الساعه 5 الفجر. طيب كل ده انا ابقى عايز اعمله، ومثلا انت عملته في يوم، عملت يومين، جيت التالت خلاص ما قدرتش تعمله. طب ما هي المشكلة في ايه؟ المشكلة في كلمة واحدة وهي الالتزام او الاستمرارية. مفيش تغيير هيحصل لك لما تقول مثلا انا هجرب النهاردة، او يجيلك مثلا تحفيز داخلي من جواك ان انت هتقرر بكرة تعمل كذا. ماشي، وعملت بكرة كذا، صحيت بدري وهكذا وخليت اليوم يمشي بيرفكت 100%. طب تاني يوم تحفيز راح، طب وبعدين؟ هنقعد نعيد نفس السايكل، يجيلك تحفيز مؤقت بعد كده تعمل تنضبط يوم او يومين او يا عم 3 ايام وبعد كده مش هتقدر تكمل. طب ليه ده بيحصل لك؟ او انت ليه بجد مش عارف تاخد الاكشن ده؟ هصدقني هتيجي عليك فترة هتقف بقى خلاص كده، ستوب كده، كفاية قوي انت. انا زهقت من اللي انا بعمله. أنا ليه مش ملتزم؟ ليه مش شبه الناس اللي بتصحى بدري؟ ليه مش عامل فورمه كويسه؟ ليه مش بظابط الدايت؟ ليه مش بتصلي كل يوم؟ طب الفكره في ايه؟ الفكره ان انت شخص مش قادر تبقى قد المسؤوليه، او بمعنى اصح مش قادر توجه نفسك، مش قادر تتحكم بنفسك. والفكره هنا فهي انك مستني التحفيز او مستني الوقت الصح. وصدقني الفكره اللي في دماغك دي عمرها ما تتغير، ومفيش حاجه جديده هتحصل، لان انت هتفضل مستني الوقت. طب هنقعد نعيد نفس السايكل، تفضل دوامه شغاله شغاله وانت لسه شخص مش ملتزم، لا بتصحى بدري ولا بتذاكر ولا بتصلي ولا بتعمل اي حاجه من الحاجات دي. فهتفضل عايد نفس السايكل وهتعيد نفس الدوامه تاني، ومش هتبقى شخص ملتزم برضه. طب ايه الفايده؟ انا خلاص انا جمعت لك كل ده لان انا كنت مريت بنفس التجربه دي، وقعدت فتره كبيره مش عارف ابقى شخص ملتزم لحد ما خلاص بقى تقف ستوب كده، كفايه قوي لكل اللي بيحصل ده وانا زهقت. حتى انت هيجي عليك فتره ان انت زهقت خلاص، كفايه كده، كفايه اللي انا بعمله ده، كفايه الروتين الممل ده، كفايه الحياه اللي انا مش عارف ابقى فيها شخص اكتف او شخص، يعني مش عارف اطور ذاتي، مش عارف اطور حياتي. الحياه كلها بقت بالنسبه لي ان انا يعني كفايه ان انا بنام متاخر مثلا، بنام متاخر. وانا برضو كنت بنام متاخر، ساعات بيبقى عندي مثلا مذاكره، شغل، ايا كان اللي عندي، لازم تتحكم في كل ده وان انت تظبط الساعة البيولوجية بتاعتك. يعني لازم تصحى بدري وتنام بدري على الأقل. زي ما قلت لك هتيجي عليك فترة إن أنت خلاص كده كفاية ستوب. فلو أنت وصلت للمرحلة دي فرع في الفيديو ده جالك في الوقت الصح حرفيا. ولو لسه ما وصلتش للفترة دي فأنا عايز ألحقك عشان ما تفضلش ماشي في نفس السايكل وفي نفس الدوامة دي، فتلحق كل اللي أنت بتعمله ده. عشان بجد أنا مش هسيبك غير وأنت مظبط الروتين بتاعك ومظبط حياتك تبقى كويسة. هتقول لي يا عبدو بجد انا خلاص قررت ان انا بجد هغير حياتي، لازم التزم، لازم استمر، لازم يبقى عندي انضباط اعلى من كده بكتير. اعمل ايه؟ البدايه تبقى ازاي؟ خلاص انت قررت دلوقتي ان انت هتعمل كذا كذا اللي قلنا عليه. طب اعمل ايه؟ اول حاجه هتجيب ورقه وقلم، هتجيب ورقه وقلم عاديين، ويا ريت لو تكون نوتة كده. النوتة دي بجد هي دي اللي هتنقلك، هي دي اللي هتخليك من شخص مثلا بعد ما تبص على نفسك من 4 شهور فاتوا من الفيديو ده ترجع له تاني، تيجي تبص النوتة اللي انت بدأت تكتب فيها، تكتب أول يوم انت هتبدأ تتغير فيه. وبجد انت ناوي النية دي خلاص بقى، بجد انت كده كفاية. هتبدأ بالنوتة تكتب يوم كذا كذا، اليوم اللي انت خلاص قررت هتبدأ ان انت تتغير فيه، سواء بقى من يوم ما شفت الفيديو او بقى ايا كان بعدين. تبدأ باليوم ده أول صفحة في النوتة، وهتكتب على النوتة دي على الغلاف هتكتب أي جملة تحفيزية أنت شايفها إن أنت مثلا، سواء الشركة أو البراند اللي أنت عايز تبنيه بعدين، سواء إن أنت عايز تعمل فورمة، سواء الحاجة اللي أنت عايز توصل لها. الالتزام ده هو ده الطريق اللي احنا بنمشي عليه عشان توصل للحلم بتاعك، عشان توصل مثلا عايز تعمل فورمة، عايز تنجح في المذاكرة بتاعتك، عايز ايا كان الحلم اللي انت عايزه، الحلم بتاعك هو ده الطريق اللي انا برسمه لك عشان يوصلك ان شاء الله للحاجة اللي انت عايزها. فانت لازم تمشي ستيب باي ستيب معايا كده عشان انا هقول لك بجد ازاي تقدر تغير كل اللي انت فيه ده. طيب اول حاجه انت هتبدا بيها وهي انك هتنام بدري وتصحى بدري. طيب ازاي اظبط ساعه البيولوجيه؟ الموضوع صعب، انا عارف الموضوع صعب، انا عارف الموضوع يعتبر لمعظم الناس، ناس كتير شايفه الموضوع شبه مستحيل. هو مش مستحيل ولا حاجه. انت مثلا نمت النهارده وليكن الساعه مثلا 4 الساعه 3 بالليل، على ايا كان انت بتسهر مثلا الساعه كام،
هتصحى الساعة 6 بالظبط. يعني انت كده نمت 3 ساعات يعتبر، لا مطبق ولا مش مطبق عشان ما يكونش غلط عليك. فانت مثلا هتصحى الساعة 6 او اقصى حاجة الساعة 7. بعد كده هتعيد نفس اليوم، خلاص هتفضل صاحي طول اليوم. بعد كده هتيجي تنام، هتحس ان انت عايز تنام. يعني اقصى حاجة توصل ليها مثلا هتبقى عايز تنام الساعة 11 الساعة 12، انت صاحي من الساعة 7 وما نمتش، يعني فاهم انت مطبق. بعد كده هتقوم انت مثلا نمت 11 النهارده ونمت الساعه 10، هتقوم صاحي دايركت تصحى من نفسك مثلا الساعه 7 او الساعه 8. بعد كده تحاول ترجعها الساعه مثلا تنام الساعه 9. يعني انا عايزك تنام كل يوم الساعه 10 وتصحى الساعه 5 ان شاء الله. يعني ده بليفل اقصى حاجه، يعني مفيش حاجه تانية تقدر توصل لها اعلى من كده. كده حلو قوي انك تنام 10 وتصحى 5، ده كده جميل قوي. طيب اول حاجه انا فهمتك ازاي هتظبط ساعتك البيولوجيه في النوم. تاني حاجه انك هتاخد دش بارد كل يوم اول ما تصحى. طيب الموضوع صعب، انا عارف الموضوع صعب، الموضوع صعب عليا والموضوع صعب على الكل. فاول يوم هتحس ان الموضوع صعب جدا مميت. تاني يوم نفس الكلام. بعد اول اسبوع الموضوع صعب جدا. تاني اسبوع هتتعود، خلاص انا بقيت منضبط مستمر على كذا 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 كذا. هتلاقي الحاجات الصعبه اللي انت بتعملها خلاص دي بقت الحاجه الاساسيه في يومك. زي ما بتاكل وتشرب في يومك، زي ما انت بتستحمى بميه بارده اول ما بتصحى، زي ما انت بتظبط النوم بتاعك، دي خلاص بقت ثوابت معاك. دي اول حاجه عشان تبدا تنضبط. طيب انا صحيت بدري وصحيت بميه ساقعه، بعد كده هتصلي الخمس فروض بتوعك وتلتزم، لان مفيش حاجه هتتيسر من كل اللي احنا هنعمله ده غير وانت بتصلي اكيد طبعا. بالنسبه للتمرين بتاعك او ايا كان، مثلا انت عايز تخس، عايز تزود عضلات، اكشلي انت بتتمرن بس عايز تعلى بالنكست ليفل بعضلاتك، او عايز مثلا تنشف، ايا كان الهدف بتاعك او الشيب اللي انت عايز توصل له، انت هتكتبه برضه في نفس النوت اللي قلنا عليها. انا عايز اعمل كذا، انام بدري، هستحمى ميه بارده، هصلي، التمرين. وتيجي عند التمرين كده تقف عندها شويه كده، لان هي دي بقى اللي هتخليك عندك ثقه بنفسك. واما تحس ان النتائج بدات تظهر عليك في جسمك، انت يعني اوريدي انت هتحافظ على كل اللي انت عملته ده. لان يعني مش من العقلانيه ان انت بعد ما تبدا كذا خلاص تقوم توقعه بكذا كذا كذا كذا، مش هينفع. انت هتحس، هتلاقي النتائج في جسمك بقت مرضيه، وهتحس ان انت عايز تتطور اكتر فاكتر. النقطه اللي احنا وصلنا ليها دلوقتي وهي نقطه التمرين. هتتمرن كويس وهتظبط الدايت بتاعك. طب ازاي اظبط الدايت بتاعي؟ انا شرحتها عندي في فيديوهات، كذا فيديو، ان انت هتسال شات جي بي تي وهتقول ان هو يعمل لك دايت مخصص ليك وتظبطه. ولو محتاج اي حاجه في حوار التغذيه ابعت لي على الانستجرام وانا هرد عليك مجانا فور فري من غير اي حاجه، لان انا معاك وعايزك تتحسن ان شاء الله. مش هسيبك يعني، ما تقلقش. فموضوع الدايت ده ابعت لي وانا هظبطه لك يعني، خلاص ما تقلقش خالص. انا عايزك تظبط الدايت وتتمرن كويس، عشان دي من النقط المهمه اللي هتخليك عندك دافع وتحفيز، وهو ده اللي حرفيا اللي هيخلي نفسيتك مرتاحه يعني بقيه اليوم. والنقطه اللي بعد كده وهي المذاكره. سواء انت في جامعه، انا دلوقتي في جامعه، او لسه في ثانويه عامه، او لسه طالب ايا كان، او خريج، او بتشتغل، ايا كان المرحله اللي انت فيها دلوقتي، عايزك تركز فيها جدا. عايزك تركز في المذاكره. تصحى بعد ما تصحى، بعد ما تظبط الروتين اللي احنا قلنا عليه في الاول، بعد كده هتظبط المذاكره بتاعتك. هتذاكر من 3 ل 4 ساعات الصبح. لو انت بتروح الكليه الصبح هتذاكر بعد الكليه، ترجع تروح الجيم. لازم اثبت لك الثوابت دي. انا مش عارف اقول لك ان انت لازم تروح الجيم الصبح، انا مش عارف طبيعه شغلك او طبيعه المدرسه او طبيعه الكليه بتاعتك، انا مش عارف. فانت هتحط الثوابت اللي احنا قلنا عليها وهتطبقهم في اليوم. ما ينفعش يعدي يوم وانت مش مطبق الثوابت دي. واخر حاجه معانا وهي انك تشتغل على شخصيتك. طب ازاي اشتغل على شخصيتي؟ دي حاجه جديده صح، اعتقد يعني ما حدش بيتكلم فيها كتير. يعني الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا. يعني تشتغل على شخصيتك ان انت هتنمي ده لازم تنميه. هتنمي عقلك. طب انمي عقلي ازاي؟ عندك كتب كتير قوي، كتب كتير قوي تقدر تقراها. انا مش خبير في موضوع الكتب وكده، بس انا عن نفسي بقرا، بيجي عليا فتره وبقعد اقرا كل شويه، بقرا كتير. فانا عايزك تقرا كتب كتير، تسمع مثلا بودكاست نصر الحزيمي، عندك كذا حد تسمع منه بودكاست. فانا عايزك تنمي ده لو نميته هتحس ان انت بدات الكلام اللي انت بتسمعه او الكلام اللي انت بتقراه بدا ياثر عليك كشخصيا. الكلام ده هيفرق معاك صدقني. لو انت لسه في بدايه العشرينات او تحت العشرينات يعني، فالموضوع ده لازم يبقى ثابت معاك. انت كده شغال على شخصيتك. طب اطورها ازاي؟ تبدا تطورها، تشوف مثلا بنفس النوته اللي احنا شغالين فيها، تيجي مثلا في اخر النوته، بدايه النوته ايه، احنا كذا كذا اليوم، كذا كذا هتعمل صح، انا صليت عملت كذا كذا. دي النوته بتاعتنا الثابته. تيجي بقى في ظهر النوته هتقول انا شخصيتي مثلا ناقصها كذا 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 كذا، عندي مثلا مش بعرف اتكلم مع الناس، عندي رهاب اجتماعي، عندي كذا، ايا كان. تبدا على كل السلبيات اللي عندك دي والحاجات اللي انت شايفها عايزه تتحسن بجد فيك، تبدا تعمل بسم الله الرحمن الرحيم انا محتاج اعمل كذا كذا كذا. فهل انا مثلا هاجي الاسبوع اللي بعده احس بقى في فرق، بدات اشتغل على ده. يعني انت دلوقتي جبت عيب في نفسك، خلاص العيب ده فين؟ هشتغل عليه الاسبوع، كل اسبوع اشتغل على عيب، كل اسبوع ابدا اتحسن. الاسبوع التاني ايه ده، انا بدات اتحسن في المشكله دي، خلاص انا عليها اكس، شيلها خالص، بدات تتحسن.
متخيل؟ انت بقيت خلاص بدات تحس بنتائج، فالموضوع هتلاقيه بيفرق معاك. وكده ولا كده انت شغال على الدايت وشغال على التمرين، فجسمك بدا يتطور، مذاكرتك بدات تتطور، بدات تصحى بدري، بدات تستحمى بميه بارده، بقى بدا يبقى عندك ثقه في نفسك. طب ايه ده، انا بدات اتطور. طب هتحس امتى بقى تبدا ان انت بدات تتطور؟ هتحس مثلا بعد شهرين 3 4 شهور مثلا، لو انت يعني اهم حاجه انك ما تسوفش، اهم حاجه انك تلتزم بجد. يعني انا قلت لك الستيب اللي انت تمشي عليها. طب ايه اللي هيوقعها؟ انا كسلت يوم، كسلت النهارده، كسلت بكره، كسلت في حاجه واحده. لو انت كسلت في حاجه واحده مش مشكله، عادي، كمل كمل، ما توقفش. اما لو كسلت في كل اللي احنا قلنا عليه ده، ولا احنا كده ما عملناش اي حاجه، تفضل تعيد نفس السايكل اللي قلت لك عليها. مش عايزك تقع فيها، انا مش عايزك تقع فيها لانها دوامه ما بتخلصش. فصدقني انت مش هتكون مبسوط وانت قاعد في نفس الحفره اللي انت فيها مش عارف تطلع منها. انا بديك السلم اللي انت هيطلعك ان شاء الله، هتطلع وهتبقى ملتزم يعني، وهتحس ان انت بقيت مبسوط بجد في حياتك، وبدات تنجز، وبدات تشتغل احسن، وتطلع انتاجيه احسن. وبكده يكون خلص الفيديو. قلت لك كل حاجه انا بطبقها في حياتي عمليا، وقلت لك على الستيب والخطوات اللي انت تبدا تمشي عليها. فان شاء الله بعد 3 شهور هترجع الفيديو دون وتكتب في الكومنت انا الحمد لله اتحسنت واتطورت وبدات اشوف نتائج. انا عايز اشوف ده بعد 3 شهور او بعد فتره من الاستمراريه. عايز اشوف ان انا فعلا الاقي ناس بتكتب في الكومنتات انا بدات اتطور، انا بدات احس بكذا. صدقني ده هيفرحني وهيخليني مبسوط، لان انا عايز اشوفك ناجح، عايز اشوفك بتتطور. ما تنساش زي ما قلت لك ابعت لي على الانستا في الدايت، لو انت في اي مشكله انت مش فاهمها في الدايت ابعت لي، وانا ممكن اعمل لك دايت مناسب ليك فور فري. مش محتاج منك، مش عايز منك اي حاجه يعني. كل اللي طالبه منك بس تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك. استنى الفيديوهات الجايه واشوفكم على خير.